الو، السوبر ماركت. ازيك يا ابني وازاي ما عندك؟ بقول لك ايه، الله يخليك، كنت عايزه شويه طلبات كده هو نفطر بيها. اكتب عندك. عايزه ب17,000 جبنه رومي. وحطي لي ب10,000 لوحدهم وب7,000 لوحدهم، عشان اعين شويه في الفليسر وشويه بافطر بيهم وشويه اخليهم للعشاء. ماشي. وعايزه ب40,000 بسطرمه. لا، من غير توم. اللي من غير توم ب60,000. طيب مش مشكلة، مش هتفرق، هاتلي ب60,000 بسطرمة بس من غير توم بقى، عشان بيحمى على صدري وبيعمل لك قولون. وعايزة ب50,000 بيض. عشان النهاردة إن شاء الله ناوي يعمل للعيال كيكة. ابعتلي ب50,000 بيض. يا أخويا. وعايزة بقى يا حبيبي ب100,000 عيش. ابعتلي ب100,000 عيش، بس فردولي بقى كده طلعوا سخن. وابعت لي بقى باقي 3 مليون. طيب، بقول لك ادي الجدع اللي هيجيب لي التليفري 70,000. ما عندكش باقي 3 مليون، حط لي بالباقي زيتون. ماشي، خلاص مع في انتظارك، سلام. اوبس، ومن هنا كانت اللعنة. ويا ليتني ما عملتك فيديو. لا إله إلا الله بتعمل لي منشن على الفيديو كل 5 ثواني، وكأنني أنا اللي رفعت الأسعار. إيه يا ياسر، أنت كنت بتتابعني ولا إيه؟ طب أنا كنت بهزر، أقسم بالله أنا كنت بهزر والله. ده كان هزار. اصحى من النوم التقيه حقيقه، لا استنوا عليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وتظن انك نجوت وتصحى من النوم تلفحك اسعار البانيه والفراخ والزيت والسكر والسمنه والشعريه والمكرونه والرز والصلصه والمحشي والبتنجان والورق عنب وخد العنب وتبقى عايز ترقع 100 صوت. انا عملت الفيديو ده يا جماعه يمكن اول الفيديوهات اللي انا عملتها. الفيديو اللي كانت صفحتي 2000، هوب نمت صحيت لقيتها 300,000. ومن بعده الفيديو بتاع تيران وصنافير اللي برضك هوب نمت صحيت لقيت الصفحه بتاع 700,000. فانا يعني ده كان هزار والله العظيم. لكن نلتقيها على ارض الواقع في البحر مليان قواقع ما ينفع. زي ما انتم عارفين يا جماعة ان احنا بنعاني من تساقط الشعر لا ده دوكها برنامج المرأة. بنعاني يا جماعة من يعني انفجار في الأسعار. مش عايزة أقول ارتفاع، عشان الارتفاع يعني بيقول لك درجة حرارة الإنسان الطبيعي 37 بترتفع 39، يعني ارتفعت درجتين. لكن احنا بسم الله ما شاء الله الأسعار ارتفعت تريليون في المية. لكن دلوقتي يعني في حاجه كده ملحوظه. ايه هي بقى الملحوظه اللي انا عايزه اقول لكم عليها؟ ان بدات صفحات كتيره وناس بني ادمين عاديه زيكم كده، يعني يبقى انسان كبير كده هو المكذاب. والله يوم كاتب لك يا جماعه الاسعار بتنزل بطريقه مش طبيعيه، انا مش فاهم هو في ايه. فانا قلت يمكن بتنزل تتمشى، بتنزل راحه البحر ولا حاجه وراجعه. الاقي ناس برضك بتدخل تطبل تاني تقول لك ده سعر الرز النهارده نزل 5 جنيه، ده سعر الزيت نزل 7 جنيه، ده سعر معرفش ايه نزل مش عارفه ايه. لقيت ان كله بيتكلم على نفس النغمه. بدأت كده في السوبر ماركت بقى اما اروح ابدا اسال على الحاجه، لاقيه ان اسعار الحاجه زي ما هي. فهل بقى يا جماعه الاسعار بتنزل على السوشيال ميديا؟ فقالوا نروح نشتري من الفيسبوك كمان. هتسألني سؤال وجيه، هتقول لي طيب وهو الناس بتكتب ليه حاجة زي كده؟ هقول لك احنا في شهر كام؟ احنا في شهر 6. بيفكرك بإيه بشهر 6 ده؟ ها شاطرين، بيفكرك ان باقي شهر ان شاء الله شهر 7 والمصايف تفتح. عشان الثانوية العامة بقى والناس تروح البحر بقى، وانت عارف بقى ان البحر بيحب البلبط. وناخد بقى عظة من الكلام ده، ان البط بيصحى فرحان من النوم يغطس ويعوم، وانت ذات نفسك بتنزل البحر وانت قلب وشك. فانا مش فاهمه الناس بقى اللي بتكتب لنا على الفيسبوك ان الاسعار رخصت. فانا سهل جدا ان اروح السوبر ماركت واسال سلام عليكم يا عم، بكام ازازه الزيت، بكام الرز، بكام المكرونه، بكام الحاجات دي. بس زي ما انا ما قلت لكم ان فعلا
الفترة اللي جاية زي ما اتكتب كده على السوشيال ميديا، هم بيشوفوا رد فعل الناس ايه، لان خلاص السوشيال ميديا ده بقى زي الميدان العام كده، ان انت بتسمع ده رأي ده وده رأي ده وتسمع الكلام ده كله، فبقى زي نبض الشارع. فاحنا نرمي ان الاسعار رخصت، نشوف رد فعل الناس ايه. طب والله الحمد لله الواحد بقى، وناس تقعد تقول لا فين الاسعار اللي رخصت وفين الكلام ده. بس انا عملت فيديو من حوالي اسبوعين وقلت لكم ان مع بدايه شهر 6 الاسعار هتتراجع، لكن مش هتيجي زي الاول مثلا، او هتنزل مثلا تروح بقى عادي ما فيش حد زيك بقى معاك 100 جنيه رايح تجيب فرخايه مثلا 3 4 كيلو تعزم عليها الحي كله. لا، هي هتتراجع شويه. يعني مثلا ممكن تلاقي تراجع في سعر الفراخ 6 7 جنيه، تراجع في سعر البانيه 10 جنيه، تراجع في سعر الزيت والسكر والسلع الاستهلاكيه دي 5 6 جنيه. وده كله ليه؟ لا، ما احنا عارفين ان الحدايه ما بتحدفش كتاكيت، بس علشان نعمل شويه استقرار للناس في الشارع، عشان الناس بس شويه نسكتها، علشان تق. هو انت غيرت بقيت بتقول بقيت تقول تق؟ ده ايه تق ده؟ انا افتكر ده فرق علوز، يعني مثلا انت بتقول ايه تق ده؟ هي يعني انا لما اقول الراجل اللي بيقول تيت هعرف اكتبها، لكن اكتب ازاي الراجل اللي بيقول تق؟ ده انت فكرتني بالفيلم اللي هو بتاع اسماعيل ياسين لما قال له اكتب. انا اكتب بقى اللي بيقول تق دي ازاي تتكتب؟ والله طب والله تتكتب. طب انت ايه اللي مزعلك جوه تق دي؟ نشيلها في المونتاج ولا خليها ولا ايه؟ مش ما علينا. بكره في ايه ان شاء الله؟ بكره انتوا عايزين نعمل محشي يا اخوي؟ بكره الاربع، ما الا في حاجه هتحصل بكره؟ لا. طب ما بتقول لي تق ليه وبتبربق لي ليه دلوقتي؟ انا مش. طب خلاص يا جماعه، عشان دلوقتي انا ورايا مواعين وورايا حاجات مهمه مش مهمه لازم انا اقول. الجو حلاق، الجو حلو. طب طالما انك عارف انك الجو حر، ما توديني بحر. عايزه اعمل تش واشوف السمكه وابقى فيها فريش. ايه هبقى فيها فريش؟ ف ان شاء الله ان شاء الله الاسعار هترخص يومين 3 كده حتى نفرح بيهم، او تبقى حتى الواحد يعني يحس ان هو كده هو. اما بقى بخصوص الناس اللي بتقول لي بطلي تنشري الاخبار السلبيه، بصوا يا جماعه، انا بنشر الاخبار السلبيه قدام مع الفانيلات، وورا بنشر الاخبار الايجابيه مع الحاجات ماشي. فانا لما بقول ان الاسعار غليت ما بقعدش انا وامي بالليل نعمل التسعيره ده، والله ما بعملهاش، ماليش دعوه. ما بقعدش مثلا نتفق مع عمي بالله اقول لها ايه رايك يا ست الحبايب يا حديده لما نغلي السكر، ايه رايك؟ فتقوم هي تقول لي ايه، لا لا احنا غلينا السكر شويه، طب ما تيجي نغلي الزيت. انا مال امي؟ اقسم بالله. يعني اطلع اقول لك ايه؟ اطلع اقول لك جماعه جاءنا البيان التالي، لقد تم هبوط حاد في الكبوت، قصدي في الاسعار، وسعر الرز حقق 2 جنيه ونص. يا لهوي يا لهوي على واقع الكلمه، 2 جنيه ونص. نهار ابيض. احنا فجاه الواحد كان بيشتري الرز ده ب7 جنيه، فجاه لقى ب30 جنيه. يعني مش عارفه هل الواحد نام كتير ولا ايه اللي ولا مش في حاجه حصلت وانا مش لمساها. خلي اللي يقبل ياخد. ان شاء الله بالليل يا جماعه هعمل لكم فيديو تشويقي جدا للناس اللي بتحب الحاجات الايجابيه، يبقى كله ايجابيات بقى، وهنعمل اعاده تدوير واعاده حاجات جميله. بقول لك ايه يا حاج، وانت خارج هات لي بطيخه بالله عليك، اوعى تنسى. هتشوف في الفيديو بالليل. سلام عليكم.